سام بانكمان-فريد، الشخص اللي ماشي عادي باتاتا وعبقري اللي كيجي مره واحده في كل جينيراسيون، نابغه في كل ما يتعلق بالارقام وتحليل البيانات والاستثمار في اسواق الكريبتو او العملات الرقميه. تمكن من انه يغبر اكثر من 30 مليار دولار ما بين ليله ونهار، وتمكن من انه ينتقل من اغنى شخص تحت سن 30 الى متهم المهدد بانه يضرب ما تبقى من حياته في الحبس. Sam Bankman-Fried is the devil. He is the devil in crypto. This guy's literally trying to ruin crypto permanently. And you know what he says? Oh, that's not what I'm doing. You liar. You lie, Sam Bankman-Fried. شهر نوفمبر من سنة 2022 وقعت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في القرن ال21، وواحدة من أكبر عمليات النصب تاريخ الكريبتو أو العملات الرقمية بحال البيتكوين والإيثيريوم إلى غيرها. والعقل المدبر ديال هذه العملية ديال الاحتيال هو شاب أمريكي اللي في ذاك الوقت ما كانش كيتجاوز سن 30 من العمر ديالو. I think it's fair to say that by anyone's lights, this is one of the biggest financial frauds in American history. سام بانكمان-فريد في ظرف 5 سنوات فقط طلع لقمة أغنياء العالم، وانتقل من شخص مجهول تماما إلى ملياردير اللي الثروة ديالو كتجاوز 26 مليار دولار، وهذا الشيء خلاه أسرع إنسان كيوصل لهذه الثروة من بعد مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك. كان العالم كامل كيلقبوا بالجولدين بوي ديال الكريبتو، وحتى واحد ما كان كيعرف الحقيقة ديالو أو النوايا الحقيقية اللي كان مخبية مور الذكاء والعبقرية ديالو. فكيفاش تمكن من أنه يوصل لهذه الثروة كاملة في وقت قصير؟ وشنو هو الشيء اللي خلاه يوصل للعالمية وهو شاب كيتجاوز 30 عام؟ وكيفاش تمكن من انه يدير اكبر عمليه احتيال في التاريخ الحديث ديال الولايات المتحده الامريكيه؟ هادشي كامل غادي نعرفوه وبلي ديتاي في هذا الفيديو، وهادشي اللي غادي يخليكم تعرفوا حقيقه عالم الكريبتو والعملات المشفره مزيان. تزاد سام بانكمان-فريد سنه 1992 في كاليفورنيا في الولايات المتحده الامريكيه. الام والاب ديالو كانوا بجوجهم اساتذه جامعيين في كليه الحقوق ستانفورد، ولكن هو اختار مسار مختلف شويه على والديه واختار يقرا في MIT، واللي كيتعتبر واحد من اشهر المعاهد في العالم واللي كيتخرجوا منه اكبر مهندسين في مجال التكنولوجيا والرياضيات. وهاد خونا بانكمان-فريد كيف ما قلت لكم من قبل كان نابغا اللي كيطير في اي حاجه عندها علاقه بالارقام، اي المات لانفورماتيك، وكان كيموت على عالم التكنولوجيا حتى هي. وفاش كان مازال كيقرا في MIT بدا كيتعرف على عالم الفاينانس والتريدين في الاسهم والكريبتو حتى هي. واي فوت خرج من هذا المعهد خدم في شركه جين ستريت كابيتال، واللي هي عباره على شركه استثماريه اللي التخصص ديالها تداول في الاسهم ديال الشركات. وسام بانكمان-فريد كان خدام فيها وكان كيتداول في ETF. واللي بغى يعرف شنو هي هاد ETF مزيان يدخل الفيديو ديال الاستثمار اللي كنا درنا في لاشين، راه غادي نخلي لك اللين ديالو في الديسكريبشن. المهم خدم في هاد الفيرم من 2013 حتى لسنه 2017 وتعلم فيها كاع الاساسيات ديال الاستثمار والتداول في الاسواق الماليه، وزاد تعمق في عالم الكريبتو وكان كيستثمر فيه حتى هو من ماله الخاص. كانت الحياه غاده مزيان، ولكن السيد ما كانش مقنعو هاد الشيء، والعقل ديالو اللي ما كانش بحال العقل ديالنا كاملين كان كيشوف بعيد بزاف على هاد الليفل. وفي سنه 2017 وفاش يلاه كان العمر ديالو 25 عام أسس شركة اللي متخصصة في تداول العملات الرقمية بحال البيتكوين وغيرها، وسماها ألاميدا ريسيرش. وعقل مزيان على هاد ألاميدا ريسيرش حيت من هاد الشركة فين غادي تبدا الخطة ديال أكبر عملية احتيال في القرن ال21. الوقت ديالو كامل كان كيدوزو في التداول ديال الكريبتو، وبدا كيدخل منه فلوس صحيحة، وخاصة من بعد ما اكتشف أن أسعار البيتكوين كتكون نفسها وثابتة في العالم كامل إلا في اليابان وكوريا الجنوبية، وأنه إذا كان البيتكوين مثلا واصل 15,000 دولار فراه كيكون في اليابان واصل حتى ل 20,000 دولار، لانه بمجرد ما يشري في امريكا ويبيعوا في اليابان في نفس النهار غادي يربح 5000 دولار من كل بيعه وشريه. وهذا الشيء اللي ولات شركه ألاميدا ريسيرش كدير تماما، وفي البيك ديالها ولات كتدخل اكثر من مليون دولار يوميا. وسام بانكمان-فريد بدا كيدير بلاصتو في عالم الكريبتو في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن واخا هكا كان مازال عنده طموح لشي حاجه اكبر من هذا الشيء بزاف. كاع الخبره القليله اللي كانت عنده وزائد الذكاء والعبقريه ديالو خلاته يشوف الطريقه الصحيحه اللي غتوصلوا لداك الشيء اللي كيطمح ليه في عالم الكريبتو والتداول في العملات المشفره. وفي سنه 2019 اسس شركه اخرى واللي سماها FTX. والدراري ديال الكريبتو والتريدين اون جينيرال راه كيعرفوها مزيان. و FTX هي عباره على بلاتفورم لتداول العملات الرقميه، اي انه قرر بلاصه ما يبقى يتريدي حياته كامله علاش ما يوليش هو مول شي كامل. وباختصار FTX هي بلاتفورم اللي اي واحد بغى يدخل لعالم الكريبتو ويبدا يبيع ويشري في هذه العملات غادي يدخل لهذه البلاتفورم ويحط فلوسه فيها ويبدا يبيع ويشري في البيتكوين او اي عمله رقميه اخرى، ومن بعد مثال يسحب الفلوس ديالو من هذه البلاتفورم ديريكت للكونت بانكير ديالو. وهاد FTX من 2019 2021 اي في ظرف عامين فقط ولات كتعتبر ثالث اكبر بلاتفورم لتداول العملات الرقميه في العالم كامل من مورا باينانس وكوين بيس. وسام بانكمان-فريد انتقل من شخص مجهول تماما لاشهر ملياردير في عالم الكريبتو، واللي خلاه يوصل لهذا الشيء كامل في وقت قليل بزاف هما ثلاثه ديال الحوايج. اولا FTX كانت بلاتفورم اللي سهله بزاف في الاستخدام وبسهوله يمكن لك تحط فلوسك او تسحبهم منها، زائد انها كانت امنه لدرجه كبيره، وعلى
الاقل هذا الشيء اللي كان الناس كيحسب ليهم في ذاك الوقت. وثاني حاجه واللي لعبت دور كبير وهي انها كانت رخيصه بنسبه 85% مقارنه بالبلاتفورم الاخرين اللي ذكرت لك من قبل. وفي هذا الوقت الناس كاملين كيقلبوا غير على الحاجه الرخيصه. وثالث حاجه واهم وحده فيهم واللي هي هذيك الصوره اللي سوقها سام باغمان-فريد لنفسه ديال داك الشاب الملياردير العبقري واللي كان من داك النوع ديال الدراري اللي في امريكان كيعيطوا لهم بالجينيوس نيرد، اي داك النوع ديال الدراري اللي انتروفيرت واللي ما عندهمش شي حياه اجتماعيه اللي واعره واللي عزيز عليه يجلس في الدار يتفرج في الافلام والسيريات ويلعب الفيديو جيمز وكيطير في شي حاجه سميتها الماط والفيزيك والتكنولوجيا، رغم انه كان كيتصنف كاغنى شخص تحت سن 30 الا انه كان كيلبس حوايج عاديين والشعر كيرلي وكبير وكيسوق طوموبيل اللي عاديه جدا وكينعس اغلب الاوقات ديالو في البيرو. وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس يقارنوه بستيف جوبز مؤسس ابل ومارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، لانهم بثلاثه كانوا عباقره اللي حاولوا فكره الثروه كتسوى مليارات الدولارات. والناس كانوا كيعتبروا هذا سام باغمان-فريد هو الخليفه ديال مارك زوكربيرغ لانه كان كيشبه ليه بزاف حتى في الشخصيه ديالو اللي ما مسوقاش لا الفلوس بل هم الواحد انه يدير داكشي اللي كيبغي، زائد انه كان كيقول انه كيتبرع بالنصف ديال المداخل ديالو للاعمال الخيريه وان الهدف ديالو في الحياه هو يرد هذه الدنيا مكان افضل، وكان كيامن بان الفلوس ديالو هي اللي غادي تغير العالم في المستقبل، لدرجه انه صرح انه في النهايه غادي يتبرع بالثروه ديالو كامله للجمعيات الخيريه والناس اللي محتاجه ليها. Do you have a sense of how much of your fortune you'd be willing to give away in the end? In the end, I think almost all of it, right? Like in the end, the way I think about it basically is something like, well, I don't know, maybe like 1% of it or something I'll, end up using on myself. But هذا الشيء خلى الناس يثقوا فيه ثقه عمياء، والصراحه الا شفتيه وصنتي ليه راه غادي تثق فيه هو وما تثقش في راسك. وهذا الشيء اللي خلى المستثمرين حتى هما يشوفوه بحال الا قلتي ميسي ديال الكريبتو والعملات الرقميه. وهذا الشيء اللي خلى شركه سيكويا كابيتال وحده من اكبر الشركات في وول ستريت تستثمر حوالي $1 مليار من بعد ابل وحده في سكايب مع سام باغمان-فريد. وهذا الشيء اللي خلى شركه FTX دير حملات اعلانيه في السوبر بول وتولي هي الراعي الرسمي لدوري البيسبول الامريكي وتجيب اشهر رياضيين في امريكان يروجوا ليها، رياضيين بحال شاكيل اونيل وستيف كوري، وزيد عليها ان السفير الرسمي ديال الشركه كان هو توم برايدي. You just need FTX. واللي كيتعتبر من اشهر الرياضيين في العالم، وزيد عليها انها بدات كدير شراكات مع اكبر صناع المحتوى في العالم كامل وخاصه اللي مختصين في التريدين والكريبتو. وهذا الشيء اللي خلاها توصل في اقل من عامين لشركه ساويه اكثر من $30 مليار. وهذه الصوره اللي هاد خونا باعها للناس هي اللي خلات الناس يثقوا فيه وفي البلاتفورم ديال FTX. عبقري الكريبتو، انسان اللي كيصدق اكثر ما كيخسر، نود اللي كيموت على الفيديو جيمز وملياردير اللي متواضع وبلا قياس. وفي سنتي 2019 و2020 وما تنساوش ان سنتي 2019 و2020 كانوا هما الوقت اللي عالم الكريبتو والعملات الرقميه وعلى راسهم البيتكوين عرفوا واحد البوز اللي كبير بزاف، وكان كلشي كيهضر على التريدين وكيفاش تولي مليونير ما بين ليله ونهار، لدرجه ان الناس في ديك الوقت كانوا غير كيسمعوا بالبيتكوين واول حاجه كيفكروا فيها هي فري ماني وثروه والفلوس واللامبو والسفر والحياه السعيده. وهذا الشيء اللي سهل الامور بشكل كبير على سام باغمان-فريد والشركه ديال FTX. الصيف ديال سنه 2021 العالم ديال الكريبتو عرف واحد الازمه اللي ضربت اكبر البلاتفورم ديال التريدين في ذلك الوقت واللي هي باينانس. Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, and how it just got banned in the United Kingdom. والسبب هو ان بزاف ديال الدول في العالم حضرات باينانس من البلدان ديالها، وهذا الشيء اللي اثر في الصوره ديال العملات الرقميه. والسبب هو ان الدول في ذلك الوقت بدات كتشرع في قوانين اللي كتنظم التريدين، وهذه القوانين كانت شويه قاصحه على شركه باينانس. وهذا الشيء اللي خلى باينانس تبانا من بزاف ديال الدول بحال كندا بريطانيا واليابان. هنا سام خاف على الشركه ديالو وبدا كيلعب الدور ديال الفارس الابيض اللي غادي ينقذ العالم ديال الكريبتو، لدرجه انه لبى الدعوه ديال حكومه امريكا ومشي يقدم الشهاده ديالو في الكونغرس الامريكي ويجاوب على اي تساؤل كان كيدور في بال الحكومه ديال امريكا والعالم كامل حول الاسواق الماليه ديال العملات الرقميه، ويفسر ويشرح اي حاجه كانت غامضه على هذه البلاتفورم ديال التريدين. وهذا الشيء اللي خلى FTX توصل لمستوى اخر وتدخل لدول جداد ما كانتش واصله اليوم من قبل، وزاد تعمق اكثر في السياسه. وظرف عامين فقط سام تبرع باكثر من $40 مليون للحملات السياسيه والسياسيه الكبار في امريكا، ولا هو سادس اكبر متبرع سياسي في امريكا كامله. وهذا الشيء اللي فتح ليه الباب باش يكون علاقات مع سياسيين كبار في الولايات المتحده الامريكيه. وهذا الشيء اللي خلى الصوره ديال سام باغمان-فريد تزيد زيان. وفي صيف سنه 2022 سام باغمان-فريد وصلت الثروه ديالو ل $24 مليار، وهو ما كيتجاوز 30 سنه. في عالم ديال العملات المشفره اي واحد يمكن ليه ينشا عمله رقميه بحال البيتكوين والايثيريوم، حيت هاد العملات ما هما الا بروغرام على شكل عمله في الداتابيس، اي ما عندهم حتى شي قيمه فعليه من غير شحال الناس مستعدين يخلصوا على قبلهم.
ديالهم. وفي 29 يوليو سنه 2019 سام باغمان-فريد الشركه ديالو FTX طلقوا العمله الخاصه بهم واللي سماوها FTT واللي عرفت نجاح كبير والثمن ديالها في وقت قصير بدا في الارتفاع، وهذا الشيء اللي دخل FTX ملايين الدولارات. وكل شيء كان غادي مزيان حتى النهار 2 نوفمبر 2022 فاش خرج تقرير من كوين ديسك اللي كيتهم سام بانه كيخرق القوانين ديال اسواق الكريبتو. والسبب هو ان الشركه ديالو الاولى Alameda Research واللي هي شركه اللي تداول العملات الرقميه عندها علاقه مشبوهه مع الشركه الثانيه ديالو FTX، حيث انه راس المال ديال شركه Alameda Research واللي كيتقدر ب 14 مليار دولار حوالي 6 مليار منها ما هي الا على شكل العمله الرقميه FTT واللي لانساها سام باغمان-فريد من البلاتفورم ديالو FTX. يعني بحال الا قلتي هاد خونا هو اللعاب والعربات في نفس الوقت. وهنا فين كتبدا تبان الحقيقه ديال هاد سام باغمان-فريد. وفي 6 نوفمبر سنه 2022 الرئيس التنفيذي ومول اكبر بلاتفورم في تداول العملات الرقميه باينانس واللي كانت المنافس الاكبر ديال FTX خرج في تويتر وقال بانه قرر يبيع كاع عملات FTT اللي كتستحوذ عليها الشركه ديالو واللي كانت كتقدر باكثر من 2 مليار دولار وفي دقه واحده. وهذا الشيء اللي خلى القيمه ديال هاد FTT توكن تطيح لاقصى درجه وخلى الناس يبداو يتخلعوا ويتسائلوا علاش سيزي مول باينانس قرر يبيع كاع FTT اللي كانت عنده وخاصه في ذلك الوقت. وفعلا عمله FTT ما بقات ساويه والو والناس كاملين تخلعوا. بدات الشائعات على ان سام والشركه ديالو الاولى Alameda Research عندهم المشاكل وناضوا الناس كيسحبوا الفلوس ديالهم كاملين من البلاتفورم ديال FTX، ولكن ما لقاو مازال ما يسحبوا من البلاتفورم حيت كاع الاسيتس اللي كانت عند FTX غبرات ما بين ليله ونهار. ومن موراها الرئيس التنفيذي ديال باينانس عاود خرج وتويتر في تويتر ان سام عرض عليه انه يبيع ليه شركه FTX باش ينقذها من الافلاس، وقال سيزي مول باينانس انهم كيدرسوا العرض ديالو وانهم يقدروا يشريو FTX. ولكن من موراها بنهار خرج تقرير من عند SEC واللي هي لجنه الاوراق الماليه الامريكيه كيقول انها كتحقق مع سام والFTX بخصوص استغلال الاموال ديال الكليان ديالها لمصالحها الشخصيه. وهنا غادي تعلن باينانس انها ما بقاتش غادي تشري شركه FTX بسبب هذه الادعاءات. وهنا فين غادي ترون مزيان في عالم الكريبتو كامل. وسام باغمان-فريد استقال من منصب CEO وعندنا شركه FTX الافلاس ديالها. ولكن الفيلم ديالنا ما كيساليش هنايا بل بالعكس. من بعد هذا الشيء كامل الحقيقه غادي تبدا تبان وبنادم غادي يبدا يعرف شكون هو سام باغمان-فريد. من بعد ما سالاو التحقيقات مع FTX وتم الاتهام ديال سام باغمان-فريد بكثر من 7 ديال التهم، منها اختلاس الاموال ديال الكليان، غسيل الاموال، انتهاك المئات ديال القوانين ديال الاسواق الماليه، والنصب والاحتيال على الزبائن والمستثمرين، وزيد عليها بزاف ديال الاتهامات اخرين. وباختصار هذا الشيء كيعني انه كان كيهز الفلوس ديال الكليان ديال FTX كيدوزهم للشركه الثانيه ديالو Alameda Research واستثمرهم للصالح ديالو ويقمر بهم ويشري بهم الديور ليه ولعائلته ولصحابه. ولقاو عنده عقارات اللي القيمه ديالهم كتجاوز 500 مليون دولار. وهاد الارقام اللي كان كياخذها من FTX ويعطيو Alameda Research تجاوزات 10 مليار دولار. واكتشفوا ان CEO اللي كان عينها Alameda Research واللي سميتها كارولين أليسون كانت معاه في علاقه وحتى هي داخله معاه في هذه العمليه كامله. وفي ديسمبر سنه 2022 سام باغمان-فريد تم الاعتقال ديالو هو CEO ديال Alameda Research وشيريو ساكبار كل من FTX وAlameda Research. هنا فين كارولين أليسون وهذوك اللي تم الاعتقال ديالهم اعترفوا بكل شيء وباعوا سام باغمان-فريد واللي هو مبغاش يعترف وقال انه ما كانش ناوي ينصب على حتى شي حد وانه كان ناوي يرد ديك الفلوس وان السبب في هذا الشيء كامل هما القرارات السيئه اللي اتخذ باش يسير شركه FTX. ولكن ما فلتش منها وتحكم عليه ب 25 عام ديال الحبس وغرامه اللي كتقدر ب 11 مليار دولار. ولكن لحد الساعه ما رد حتى شي ريال للناس اللي نصب عليهم وتا واحد ما عارف فين غبرات اكثر من 10 ديال المليار ديال الدولار. سام باغمان-فريد طلع على القمه فرمشه شعيب ولكن الطيحه ديالو كانت واعره بزاف. كاين اللي كيقول انه نصاب اكبر محتال داز في تاريخ امريكا، وكاين اللي كيقول انه كان شاب قليل الخبره وانه فعلا ما كانش ناوي يدير هذا الشيء كامل، وان العالم ديال العملات الرقميه باقي جديد كليا وانه مازال خاصو سنوات كثيره باش يتقاد، حيت فعلا يمكن لك تخسر فلوس كامله ما بين ليله ونهار في الكريبتو. سام باغمان-فريد دابا راه كيدوز العقوبه ديالو في حبس فيدرالي سواء كان ناوي يدير هذا الشيء او لا. وانتم شنو بان لكم في هذا الشيء كامل؟ واش خونا دارها فعلا بالعاني او داك الشيء كان كبر منه؟ المهم هنا فين كيسالي الفيديو ديالنا. الا بقيتي معنا حتى لهنا ما تنساش دير لايك للفيديو وتشارك معنا في القناه باش تزيد تشجعنا نديروا فيديوهات اكثر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.